لا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور. النهاردة في صيدلية الأمانة مع عم مختار حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا. موضوع بيحصل في كل بيت، ممكن يحصل ليا أو لأي حد، لأن احنا كلنا عندنا طبعا في كل بيت مريض ضغط أو مريض سكر أو مريض كلى أو مريض كبد أو أي أمراض مزمنة أو أي حد فينا. دلوقتي لو احنا قاعدين في البيت ومرة واحدة واحد حصل له لا قدر الله أعراض، يعني فقدان للوعي، أو حصل له أعراض ضعف في ناحية من نواحي الجسم، يعني ده حصل له مثلا ضعف في الناحية الشمال أو حصل له ضعف في الناحية اليمين أو حصل له مثلا اعوجاج مثلا في الفم ولا حاجة. طبعا الناس كلها بتقوم تجري تقوم مدية إيه؟ مدية حبوب للسيولة. يقول لك أصل عنده اشتباه جلطة. طب أنت إزاي بتدي حبوب للسيولة؟ وساعات ناس تانية بتبقى يعني أقول إيه بس، يقوموا طالعين على الصيدلية جايبين حقنة معينة كده، يقول لك ده للسيولة عشان عنده جلطة. احنا دلوقتي ما نقدرش نشخص اذا كان المريض دوت عنده جلطة او لا قدر الله عنده نزيف في المخ، او لا قدر الله المريض دوت مثلا هنقول مثلا ايه، يعني عنده مثلا زي حالة نفسية. لازم نعمل اشعة مقطعية على المخ قبل اي حاجة، لان ممكن انت تروح تدي للمريض حاجات للسيولة زي الاسبرين قدامنا اهو، او ندي حاجة زي الاسبوسيد المشهور طبعا في السوق المصري، او ندي حاجة زي البلافيكس اهو، او حاجه زي الكولوبيكس على اساس المريض ده عنده سيوله. او زي ما قلت لك المريض يطلع جاري يجيب حقنه للسيوله زي حقنه الكليكسان ويجري يديها للمريض، ويطلع المريض ده لا قدر الله عنده نزيف في المخ. طبعا النزيف في المخ دوت بيزيد مع الحاجات دي كلها، وشفناها في حالات كتير واحنا واقفين في المستشفى. تلاقي العيان جاي في غيبوبه تامه. طب انت عملت له ايه يا عم الحاج في البيت؟ قال لك اصل وانا كنت شايف اللي هو عنده جلطه ورحت اديته حاجه للسيوله، ونروح نعمل الاشعه المقطعيه على المخ اللي المريض دوت عنده نزيف شديد في المخ. فيا ريت يا ريت يا ريت اي حد يحصل له اضطراب في درجه الوعي، او يحصل له ضعف على ناحيه من جسمه، او يحصل له اعوجاج على الفم، او يحصل له اي مشكله في المخ، نروح نعمل له اول حاجه مقطعيه على المخ، اشعه مقطعيه على المخ، ونستشير الطبيب. ما نديش اي علاج من نفسنا، عشان احنا كده بندمر ناس وبندمر حياه اسره بسبب السرعه في العلاج. لا، نروح الاول نعمل له الاشعه ما دام متاحه جنبنا، وبعد كده نحدد العلاج المناسب للمريض. ودي كانت معلومه مهمه وبتحصل دايما في المستشفيات وبنقابلها مع مرضى كتير، حته اللي احنا ندي او البدايه الغلط في العلاج. واحب اشكركم مره تانية، ودي كان حاجه حبيت يعني اعرفها لكم. وحبيت اشكركم مع عم مختار في صيدليه الامانه، وكان معاكم الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. وان شاء الله اشوفكم مواضيع تانية جديده ومواضيع شيقه. ودي حاجه كان احد المستمعين والمشاهدين للقناه كان سالنا عليها، حبيت اعرفها لكم. ولو في اي كومنتات او اي حاجه عاوزين تعرفوها تكتبوا لنا في الكومنتات بتاعه الصفحه، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.